نوه هوغو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا بالمستوى الجيد الذي قدمه الخضر في المباراة الودية أمام البافانا بافانا، والتي انتهت ب3 أهداف لمثلها، معبرا عن رضاه التام بمشاركة منتخب جنوب إفريقيا في دورة الجزائر الدولية. وأوضح بروس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة قائلا: شاهدنا مباراة جيدة وبأهداف كثيرة. أنا جد سعيد بمردود فريقي خاصة من الناحية الهجومية، أين تمكنا من خلق العديد من المشاكل للمنتخب الجزائري. وأضاف: قدم المنافس مردودا جيدا، ولو ظهرت الجزائر بنفس الوجوه خلال كأس إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار لتأهلت للأدوار المتقدمة وتفادت الإقصاء من دور المجموعات. واعتبر بروس بأن مباراة الجزائر كانت فرصة لتجريب بعض اللاعبين، وقال في هذا الصدد: أعتقد أنه بإمكاننا التطور أكثر في المستقبل. اليوم في المباراة أمام الجزائر دفعنا ببعض اللاعبين الجدد في مقابل غياب 5 لاعبين كانوا ضمن التشكيل الأساسي في دورة كوت ديفوار. أسدل الستار سهرة أول أمس على الدورة الدولية لفيفا التي احتضنتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 26 مارس الجاري، وسط إشادة واسعة بنجاح النسخة الأولى من سيريز الفيفا بشهادة المشاركين في البطولة وخبراء الاتحادية الدولي لكرة القدم. واحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي سهرة أول أمس المباراة الختامية بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب الإفريقي في لقاء مثير انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلها. وصنعت الجماهير الجزائرية الحدث خلال هذه الدورة في ظل الحضور الغفير في لقاءات محاربي الصحراء أمام كل من بوليفيا يوم وجنوب إفريقيا، وهو الأمر الذي أثار إعجاب رئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي لم يتردد في الثناء على أنصار الخضر والنجاح الباهر لدورة الجزائر. وشهدت الدورة التي اختتمت سهرة الثلاثاء مشاركة 4 منتخبات، وهي كل من الجزائر، جنوب إفريقيا، بوليفيا وأندورا، وجرت على ملعبي 19 ماي بعنابة ونيلسون مانديلا ببراقي.